يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. النهاردة هنتكلم عن موبايل من موبايلات الفئة المتوسطة العليا أو السيمي فلاج شيب، الموبايل اللي هيقدر يديك كل حاجة أنت محتاجها من أداء الفلاج شيب وقوة الفلاج شيب مع سعر الفئة المتوسطة. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك، سبسكرايب، فعل زرار الجرس ويلا. النهارده هنتكلم عن ريلمي 11 برو بلس اللي بتحاول تنطلق انها تدي الشباب قوة في التليفون وفي نفس الوقت يبقى الموضوع سعر معقول. هنتكلم اول حاجه عن التصميم اللي انا شايفه نقطه قوه جدا في الموبايل. اللي مصمم الموبايل ده هو المصمم الخاص بشركه جوتشي، فعامل هنا الظهر من الجلد مع خط كده في النص مدي شكل جمالي جامد جدا للموبايل. كمان هنا هنلاقي فريم من الجولد وشاشه ايدج منحنيه من قدام. خليني اقول لك فعلا ان التصميم هنا هو نص قوه الموبايل، مع شكل الكاميرات اللطيف قوي اللي انت شايفه ده اللي جاي بشكل دائري، وهتلاقي برده فريم من الجولد على الكاميرات. شكل الكاميرات فعلا حلو وشكل الموبايل في تصميمه حلو جدا. ويمكن اقول لكم حاجه غريبه، انا بحب الكاميرا الاماميه بتاعت الموبايل تبقى شكلها كده واضح. يعني في ناس بتحب ان الكاميرا تبقى نقطه صغيره، لكن انا بحب الشكل ده للكاميرا، النقطه السوداء اللي جايه مع شاشه بايدج كده وابعاد قليله جدا، البيزلز بتاعت الموبايل قليله، فهنا قادر انك تاخد فعلا شكل موبايل يعتبر من موبايلات الفلاج شيب. الشاشه الكيرف دي بتكون من نوع اموليد 1 بليون كلر، يعني شاشه فعلا فيها درجه سطوع جامده جدا سواء تحت اضاءه الشمس او في الاضاءه العاديه. كمان الشاشه دي بتكون 120 هرتز ريفريش ريت، فتقدر تشوف هنا، وده على حسب اعلان الشركه، انها مستحوذه على 95% من واجهه الموبايل الاماميه. الموبايل مع كل الامكانيات دي بيجي بوزن لطيف جدا، 189 جرام للنسخه الجلد و183 جرام للنسخه البلاستيك. هو في لونين، في الجلد الاخضر والكريم، وفي البلاستيك هتلاقي اللون الاسود. الموبايل هنا بيجي بواجهه ريلمي يو اي 4، الواجهه اللي فعلا نسبه التهنيج فيها بسيطه جدا ومنتظمه مع المعالج وقادره تدي خلطه كويسه جدا. المعالج هنا هو ميديا تك دايمنستي 7050. المعالج ده موجود في اجهزه بتعتبر سيمي فلاج شيب، معالج قوي اداؤه كويس في الالعاب وفي الاستخدامات اليوميه، معالج فعلا مع السوفت وير عامل انسيابيه رهيبه في استخدام الموبايل. كمان هم عاملين حاجه لطيفه جدا، ان هو بيخليك تقدر تزود الرامات بتاعه الذاكره من ان هي تكون 12 جيجا رام بتقدر توصلها ل 24 جيجا رام من ذاكره الهاتف، بتنقلها للذاكره العشوائيه، فتقدر تستخدم الموبايل ك 24 جيجا رام مع ذاكره هنا 512 علشان تقدر تتحرك في الذاكره دي. ومع انك تاخد 24 جيجا رام انت هتاخد موبايل بيديك اداء صاروخي فعلا. الموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات، واحده منهم هي الجامده والباقي كده بيسندوا عليها. الكاميرا الاساسيه هنا هي 200 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.7، وده رقم كبير جدا ويعتبر من كاميرات الفلاج شيب. وخليني اقول لك برضو ازاي الكاميرا دي هتقدر تديك اداء كويس. اما الكاميرا الثانيه دي 8 ميجا بكسل ودي علشان الالترا وايد، والكاميرا الاخيره 2 ميجا بكسل ودي عشان ابعاد العزل. الموبايل بيقدر يصور 4K 30 فريم في الثانيه، وفي الكترونيك ايمج ستابلايزيشن او مثبت الكتروني للصور. وكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل وبتصور وايد وبتصور فيديو فول اتش دي 30 فريم في الثانيه. لما هيجي النهارده يديك عدسه 200 ميجا بكسل، العدسه دي مع فتحه 1.7 ده هيخليك تاخد درجه اضاءه كويسه جدا للصوره مع العدسه ال 200 ميجا بكسل اللي هتديك تفاصيل دقيقه جدا. يعني لما تقدر تلتقط صوره، انا في حفل الاطلاق بتاع الموبايل شفت حاجات متصوره كانت لطيفه جدا، ولما جربت الايد ده ان انت بتقدر تلتقط صوره مهما كانت بعيد وبتكبرها بتقدر تاخد تفاصيل كويسه، وده راجع لان فتحه العدسه بتقدر تستقطب الضوء بشكل كويس قوي. وهنا الكاميرا 200 ميجا بكسل. اداء كاميرا السيلفي كويس قوي، وخد بالك ان هنا ريلمي عملت شويه موديلات كده بالتعاون مع احد شركات التصوير لفلاتر كده تقدر تعمل بيها شغل سينماتيك، فكمان بقى عندهم سينماتيك مود انك تقدر تصور شغل احترافي وتقدر تشتغل على الموبايل بشكل كبير، وخصوصا ان دلوقتي الكاميرات بقت من اهم الاهتمامات اللي الشباب بتدور عليها. الموبايل بيجي بدعم للNFC والبلوتوث، واداء الموبايل شغال بشكل كويس جدا. اقدر اقول لك فعلا ان الموبايل ده يعتبر من الموبايلات الاعتماديه اللي تقدر تعتمد عليها وتقعد معاك فتره طويله.
كمان هنا هنلاقي بصمه تحت الشاشه، البصمه دي استجابتها سريعه جدا، لان زي ما احنا عارفين احنا ما عندناش مشكله مع بصمات الاجهزه بتاعه مجموعه BBK او تحديدا ريلمي، هتلاقي استجابه البصمه سريعه جدا. نيجي لنقطه ثانيه قويه جدا جنب الكاميرا ال 200 ميجا بكسل، وهي الشاحن ال 100 واط مع البطاريه ال 5000، وزي ما قلنا في اول الفيديو وزن الموبايل 189 جرام، واخد برضو البطاريه ال 5000. بتتشحن من 0 ل 100% تقريبا في حدود 26 دقيقه، فانت هتستخدم الموبايل مع المعالج اللي بيقدر يوفر لك في استهلاك الطاقه، وتشحن الموبايل لمجرد 25 دقيقه تاخد اداء تاني كامل. فعلا يعتبر موبايل متكامل مع الذاكره الكبيره. الموبايل سعره بالتقريب ما بين 16 ل 17000 جنيه مصري، وهو في الامارات في الحدود دي تقريبا برضو في حدود 1400 درهم. خليني اقول لك ان الموبايل لو انت بتدور وده سعر الفئه المتوسطه دلوقتي، ده هيكون من الاختيارات المناسبه جدا ليك، لانك واخد فلاج شيب مع تصميم مع كاميرا قويه مع سوفت وير قوي. واللي ما شافش الفيديو اللي انا بقول فيه على الضمان بتاع ريلمي تقدر تتابع الفيديو وهتعرف حاجات تانية كتير. لو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم، اشوفكم فيديوهات جايه، سلام.